تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع. بزاف ديال الدراري كتبوا ليا لأنهم كاين اللي كيتسنى في الفيزا مازال ما خرجتش ليه، كاين اللي خرجت ليه الفيزا، كاين اللي جا لجنيف، كاين اللي يلاه جاي. كل واحد والحالة ديالو وكل واحد والله شنو كتب ليه. ولكن اللي بغيت نشرح لكم دابا هو أنه بالنسبة للناس اللي كيتسناو في الفيزا ومازال ما خرجاتش، أنه كاين جوج أنواع ديال الناس، ديال الدراري اللي باغيين يجي يقراو في سويسرا. كاين النوع الاول اللي باغي يجي غيدوز امتحان ديال القبول، وعلى الامتحان ديال القبول الا نجحو غيجي من بعد هذيك، لانه كيعطوك في الفيزا الاولى كيعطوك 3 شهور باش تجي دوز امتحان وترجع. الا نجحتي الامتحان كتجي تقرا هنا، ما نجحتيش الامتحان كتبقى في المغرب. هذا هو النوع الاول. وكاين النوع الثاني اللي كيبغي يدوز بلا امتحانات القبول، وتما في كتكون القضيه صعيبه. علاش؟ لانهم تما كيزيروا، تما كيبداو يسولوا، لانك تما خاصك تعطيهم، خاصك غادي يطلبوا لك اوراق غادي تعطيهم القنصليه، والقنصليه كتدفعهم لجنيف مثلا، ولا تدفعهم لاي من الكونطون بغيتي تمشي تقرا فيه. مثلا جنيف عندهم كونطون ديال جنيف هو بحال مستقل، يعني كتكون بحال دوله داخل دوله، ولكن هي محسوبه على سويسرا. لكن جنيف مثلا الا بغيتي تقرا في جنيف، خارج جنيف تعطيك الكونطون ديال جنيف، يعطيك الاكس، يقبلوك باش تجي تسكن هنا ولا تجي تقرا هنا. عاد باش القنصليه يمكن لها تعطيك، سويسرا يمكن لها تعطيك الفيزا. المهم انت مني ما كتكونش باغي، ملي كتكون جاي تسجلتي في جنيف ولا في سويسرا عموما بلا ما تدوز امتحانات ديال القبول، تما كتكون القضيه شويه صعيبه، لانهم كيبغيو يزيروا معاك. ملي القنصليه كتحول الملف ديالك لي زوطو السلطه ديال جنيف. السلطات كتبدا دير لي زونكيت، كتبدا دير البحث ديالها. هادشي علاش كيبداو يطلبوا لك اوراق اضافيه على هذوك الوراق اللي كطلب لك القنصليه. هادشي علاش ملي كيطلبوا لك اوراق اخرين كيبدا يقول لك ارى لينا علاش مثلا تبت لينا انك باغي تجي لجنيف، ومن بعد ما تسالي غادي ترجع للبلاد، ولا غادي ترجع اي دوله انت ساكن، انت جاي منها. هادشي امور عاديه، لانهم كيديروا البحث ديالهم، البحث كيكون بالتفصيل، يعني هادشي ما فيش اللعب. وان شاء الله ان شاء الله انت غير اللي قالوا لكم، الاوراق اللي قالوا لكم اعطيها ليهم ان شاء الله، وربي يحن ربي ان شاء الله. لان كتبقى مكاتيب ان شاء الله، كل واحد وشنو مكتبه ليه. ان شاء الله الا كانت مكتبه لك غتجي سويسرا تقرا، ان شاء الله راه غتجي سويسرا تقرا. لان المشكل ماشي فقط ان يكون عندك كارون، واحد الضمان، ولا عندك فلوس راه غتجي تقرا في سويسرا. لا، لانهم كتبقى سويسرا هي اللي خاصها، هي اللي كتقبل ولا كترفض بناء على اعتباراتهم اللي كيعرفوها على واحد واش غيجي يسكن هنا، ولا غيجي واش غيجي يريح هنايا، ولا غيجي يقرا ويرجع. علاش باغي تجي تقرا هنا، وعلاش علاش ما بغاش تقرا في المغرب. لانهم كيشوفوا المدارس في المغرب عندها نفس القيمه، عندها مثلا عندها قيمه كبيره، وانت باغي تجي لسويسرا تقرا. علاش باغاش تقرا في المغرب وكذا وكذا، وشنو هي المصلحه ديالك انها تجي تقرا في سويسرا، وامور هكذا. هذا بالنسبه لهذوك الناس اللي مازال ما خداوش الفيزا، مازال كيتسناو. ان شاء الله ربي يسهل لهم ان شاء الله. وكاين نوع اخر اللي غيجي سويسرا يدوز امتحانات القبول، عادش من بعد يرجع ويجي بفيزا ديال ايتيديون باش يجي يقرا هنايا، يعطوه بيرمي دي سيجور باش يسكن هنا في جنيف. هذه كتكون الامور ديالهم ساهله، لانه كيكون لان سويسرا كتشوف الامتحان. الا دوزتي الامتحانات راه عندك القدره انك تجي تقرا في سويسرا ساهله، كيسهلوا لك الامور كتجي تقرا في سويسرا، لانك امتحانات القبول ولا ليكيس هما المهمين. ثانيا كاين هذوك الناس اللي ديجا جاو سويسرا، لي الامتحان غيكون وقيلا في 25 ولا 22 في اوت، يعني في الاخر ديال هذا الشهر. يعني مازال ما جاوش بزاف مازال ما جاوش، يعني خاصهم تيدوزوا امتحانات. ان شاء الله من يجيو سويسرا ان شاء الله. وبغيتو اي واحد جا سويسرا ولا غيجي سويسرا من هنا لشهر ولا شناهي، الا بغيتو شي مساعده ما كاين حتى مشكل هنا في سويسرا. انا في جنيف، كتبوا لي في جنيف ان شاء الله نشربوا قهوه، ما كاين حتى مشكل. بغيتو نشربوا غير قهوه ما كاين حتى مشكل، تشوفوا ما كاين حتى مشكل. و انا هنايا
وان شاء الله هذا الفيديو درتو غيكون قصير كذا وكذا نقول لكم راه غنغولونسي ان شاء الله، غادي نبداو نعاودو نديرو الفيديوهات مازال. وان شاء الله ربي يحن ربي ان شاء الله، وربي يسهل على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.